إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. فوز منتخب الجزائر على منتخب الكونغو والوصول إلى ربع النهائي. علق كابتن محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بن سبورت القطرية على فوز منتخب الجزائر على نظيره منتخب الكونغو ووصوله لدور ربع النهائي. عبر الفرنسي سيباستيان دي سابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية عن إحباطه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الجزائر، مؤكدا أن لاعبيه قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الإقصاء. وقال دي سابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: نحن محبطون من النتيجة. المباراة كانت ممتازة من الفريقين، واللاعبون قدموا كل ما لديهم في الملعب وقاتلوا حتى آخر دقيقة، لكن ذلك لم يكن كافيا. ليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين، وعلينا أن نرفع رؤوسنا. وأضاف المدرب الفرنسي أن فريقه ظهر بشكل جيد بدنيا خلال الشوطين الإضافيين، غير أن هدف الجزائر جاء من كرة مرتدة حاسمة، مؤكدا أن الأداء العام كان مرضيا رغم مرارة الإقصاء. وتابع مدرب الكونغو الديمقراطية: قدمنا 3 مباريات جيدة في الدور الأول، لكن المسار وضع الجزائر في طريقنا. لو خسرنا بسبب سوء أدائنا أو لتفوق المنافس لتقبلنا الوضع، لكن الهزيمة بهذه الطريقة تكون محبطة أكثر. وأبدى دي سابر في ختام حديثه تقبله لتحمل المسؤولية عن الخسارة، قائلا: المدرب يكون دائما أول من يتحمل اللوم في مثل هذه الحالات، وأنا أتحمل جانبي من المسؤولية. وختم تصريحاته: علينا الآن أن ندرس مواطن الخلل ونحلل ما حدث من أجل استخلاص الدروس قبل خوض تصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.